السلام عليكم. ايه الاخبار؟ انا هتكلم النهارده عن محمد حمدان دقلو او حميدتي. مين الراجل ده وازاي اتحول من راعي ابل او بيأمن القوافل بتاعه الابل الى انه النهارده بيهدد درب العمق المصري، بيهدد درب مصر. مين الراجل ده وازاي التسلسل بتاعه ده حصل؟ سنه بسنه هنحكيها مع بعض. خليكم معانا. محمد حمدان دقلو الراجل ده كان راعي غنم او راعي ابل، بيراعي الحاجات ديت من السودان لليبيا، جنب بتاع دارفور، شمال غرب السودان. الراجل ده كان في مره، واتمنى لو في اي حاجه في القصه بتاعته لو فيها اي تعديل يا ريت تعدلوا لي في التعليقات، خاصه ان انا سمعتها من اشخاص سودانيين انا عشت معاهم فتره طويله حكوها لي سنه بسنه. الراجل ده تعرض لهجوم من جماعه مسلحين وهو بيرعى الغنم في فتره شبابه. بدأ بعد كده انه يحس بالازمه، ده انا المفروض عليا ان انا اللي ارعى الغنم، انا اللي ارعى الابل، انا اللي ارعى الجمال، انا اللي اخد بالي من القفيله ديت، انا اللي اتعرض للهجوم. الموضوع ده اثر في شخصيته جدا. تحول الراجل دوت سنه بسنه الى انه بقى مش اكتر من منفذ للاوامر بشكل عصابات، يعني ميليشيات. هو اصلا الشخص ده شخص ميليشي من اول نشأته كده، ولا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب ولا بيعرف يعمل اي حاجه. وفي ناس كتير مش فاهمه هو مين ده، فاحنا سنه بسنه بنحاول نوضح مع بعض. الراجل ده وصل صيته لكامل دارفور. كامل دارفور بدأوا يسمعوا عنه، بدأوا يعرفوا مين هو محمد حمدان دقلو، بدأوا يعرفوا مين الشخص دوت وإيه قوة تأثيره، ويتزامن مع تأثيره اللي هو يعتبر عصاباتي أو يعتبر ميليشياتي أو يعتبر شخص مهجم، بيهجم الناس وياخد الخير اللي معاهم وينتسبوا ليه. فالراجل ده جه النهارده وصل إنه دخل في دارفور ناس كانوا عايزين يعملوا انفصال دارفور عن السودان. هنا البشير أول تعارف ما بينه وما بين محمد حمدان دقلو. بدأوا يتعارفوا مع بعض، بدأوا يكونوا ليهم مصالح مع بعض. بدأ الراجل ده يكون ليه نفوذ داخل دارفور، فبدأ سنة بسنة انه يتمكن من ان هو يبقى ليه سطوة مسلحة بدعم من السودان، من الجيش السوداني، من رئيس السودان، انه يتمكن من دارفور بالكامل. لحد بقى ما جت الاحداث بتاعه الثوره السودانيه واللي طلعوا على البشير. والبشير ساعتها كان شخص كان مأمن نفسه بمحمد حمدان دقلو نفسه، مأمن نفسه بحميدته. حميدتي هو اللي راح حاطط الخنجر المسموم في ظهر البشير نفسه. يعني الشخص ده شخص خائن حتى مع اللي خلاه ليه كيان، يعني هو ملوش اي امان. فبدأ الراجل ده يبقى ليه صيت بقى دولي. هنا بقى يتحول الى الامبراطور حميدتي اللي احنا يعتبر شايفينه النهارده. بدأ يتحول امتى؟ بدأ يتحول لما اتطلب منه انه يدخل في عاصفة الحزم مع الحوثيين، مع التحالف الخليجي، خاصة السعودية. بدأ يكون ليه نفوذ دولي، بدأ يكون ليه نفوذ كبير جدا في المنطقة، بحكم ان هو بس بعت جنود، والجنود دول يعني مرتزقه. لسه احنا يا جماعه احنا لسه في جنب المرتزقه، احنا ما عملناش حاجه خالص لسه، احنا لسه ما زلنا في جنب المرتزقه. الراجل ده بعد ما خلص مهمته طمع بدا يكون جزء كبير من افكاره. الراجل ده طمع فعلا، الراجل ده طمع. لا طب ما انا قادر اهو، فين المشكله بقى ان انا اخد السودان كامله متكامله؟ حتتي بقى. البرهان عبد الفتاح البرهان الراجل دوت ما زال شخص جيد جدا. الشخص ده ما زال شخص جيد جدا، بالرغم ان انا بعاتب عليه في اجزاء معينه من المواقف، ولكن انا ما زلت شايف ان هو افضل الممثلين للسودان في الوقت الحالي. دخل على السودان في رمضان اللي فات، لا اللي قبل منه، هجم على كل القواعد اللي هو ماسكها ما بينه وما بين الجيش السوداني. كان في قال لك تحالف ان احنا نخلي بالنا من البلد مع بعض. يعني انتوا متخيلين حجم الكارثه؟ ان اصلا كل الحتت اللي هو ماسكها ديت مش ماسكها عن واقع عسكري، هو ماسكها عن واقع انه اصلا الجيش السوداني ممسكها له لتامينها. يعني هو ما عملش حاجه خالص، الراجل ده ما اجتهدش في اي حاجه مسكها. واذ فجاه انقلب على النظام اللي موجود في السودان، وبدانا نشوف مستوى، مش عارف اقول غير الكلمه دي والله، تعتبر
احن كلمه، مستوى القذاره على التهجم على السيدات السودانيات، على اموال الناس. خلاص، ما هو خارج يا جماعه من المكان ده، من المكان بتاع ان انا اكل عرق غيري وانا وانتسبه بقى من ضمن ثرواتي، وانتسبه لنفسي وانجح بقى. خلاص، ما انا عرفت الطريق السهل بتاع النجاح. ما هو دي طريقه تفكيري. فالراجل ده جه كبر، تعاظمت ثرواته بالطريقه دي، بدأ يدخل بقى ياخد الارض في السودان، يزيد ثروات السودان، يزيد خير السودان، يزيد كل الكلام دوت عنده هو، شال كل الكلام ده عنده هو. من قمة الحرام ان انا كمصري اشوف كل الكلام ده بيحصل مع اخواتي السودانيين واسكت. حرام. عارف حرام؟ حرام. ليه حرام؟ اول حاجة، السوداني قبل الهجوم بتاع محمد حمدان دكلو دوت على النظام في السودان، كان في هجوم الكتروني منظم على الفتنة ما بيننا وما بين مصر. لما الشعب السوداني خرج، اكتشفنا انها كانت ميليشيات الكترونية من الميليشيات الدعم السريع، هم اللي كانوا عمالين يسخنوا ما بين المصريين ويا ابن فوزية. اكتشفنا لما الجنود المصريين وقعوا في الأسر مين اللي كان بيقولها وهو ماسك السلاح بقلب. فاحنا عرفنا ان الشعب السوداني ليس له اي ذنب في الهجوم اللي حصل او الهجمه الالكترونيه اللي حصلت قبل هجوم ميليشيات الدعم السريع علينا، على السودانيين. فاحنا عرفنا مين اللي كان عمال يشغل الفتنه ديت، ومين اللي كان عمال يسخنها، ومين اللي كان لو اتمكن من انه خد السودان كلها كان هيبدا يروح بقى يتخانق مع مصر باي حجه. ما هو كده كده الراجل ده بياخد الارض خضرا بيسيبها، مفيش نسخه من الجراد، ما عندوش حاجه غير ان هو نسخه من الجراد. فالراجل ده النهارده خد علقه سخنه مين ما نعرفش. خلينا بقى ايه نتكلم كلام ايه احترافي شويه. خلينا ناخد الراجل دوت كده حته بحته. هو قادر يكبر اكتر من الحجم اللي هو كبره؟ لا، خلاص، ده اخر نفوذه واخر استطاعته بكامل التفاصيل. يعني مش هيقدر. خلاص، انت كبرت لدرجه ان انت بتقول انا اهو لاي حد. لا، اي حد مين يا عم؟ انت رايح فين؟ دماغك دي انت بتفطر ايه؟ عقليتك ديت جايه من فين؟ ايا من كان. فالراجل ده اتضرب ضربه قصت ريشه. بس ما خدناش برضه حاجه من السودان لا تكون الناس فاكره ان الضربه ديت ضربه. لا لا لا، ضربه عاديه خالص. ده احنا لسه بنسخن عشان خاطر السودان ترجع كامله لينا، زي ما سينا رجعت كامله لينا كده السودان ترجع كامله لينا، كامله نظيفه طاهره شغلها. الناس ترجع للنظام، الناس ترجع للعقل. بالمناسبه، في نقطه انا خدت بالي منها، ان اغلب الشباب السوداني فيه هلوسه في دماغه. الشباب بيشرب حاجه بشكل مكثف. وعلى ما اظن برضو يا شباب يا سودانيين ان اللي عمل فيكم كده برضو تاجر المخدرات دكلو حميدتي، اللي باع عليكم كل ما هو سيء الفترة اللي فاتت. محمد حمدان دكلو، الراجل ده أسوأ شخص ممكن يكون موجود في السودان، ممكن من آلاف السنين. ولكن طول ما اخواتكم المصريين معاكم ما تقلقوش، واموركم طيبه ان شاء الله. والاحداث اللي بتحصل ديت ما هي الا فتره، ولكن مش هتطول ان شاء الله، وهتكون احسن بكتير ان شاء الله. وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يفرج عليكم وتكون الامور افضل واحسن ان شاء الله. تحياتي.